احنا هنا في المكان ده يا جماعه ان شاء الله. اول مكان ده اسمه المصلى النصر، اول متحف من هنا برضو من اسوان. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا هنا الفرايتي، عندنا التنوع في انواع الاحجار. مش بس كده، عندنا انواع كويسه. يعني ايه كويسه؟ يعني سهل ان هي تتقطع وسهل ان هو يتنحت عليه. المكان اللي احنا فيه ده يا جماعه ده اسمه المحجر الشمالي. المحجر الشمالي سميناه الشمالي عشان بيتواجد شمال منطقه الشلال الاول. يا جماعه ان من حوالي قرن فاتوا تقريبا كان المكان ده مفتوح. المكان ده كانت كل المنطقه اللي حوالينا دي كلها كانت حجر. الناس كان طبيعي كانت بتيجي وتاخد الاحجار من هنا لحد ما اكتشفوا المسله الناقصه، فقفلوا المكان ده وخلوه مكان سياحي او اثري. طيب احنا دلوقتي هنطلع فوق يا جماعه، هنعرف ازاي قطعوا المسله بالتفصيل، وهنعرف ليه سابوا المسله هنا. بصوا هنا هتلاقوا العمود اللي ماشي ده، ومن فوق هتلاقوا شكل الهرم. طيب هتلاقوا يا جماعه الحاجه الغريبه اللي في المسله، وزي ما احنا شفناها في معبد الاقصر ومعبد الكرنك ان هي قطعه حجريه واحده. طب ازاي بيعملوا حاجه زي كده؟ ازاي بيعملوا حضراتكم بعد ما نفصلها خالص بنبتدي نشيلها. طب بنشيلها ازاي؟ تخيلوا يا جماعه عدد كبير من العمال بيروحوا للجزء اللي من فوق ده بتاع المسله، وبيبتدوا مساحه صغيره العجله خشبيه، وهكذا ارجع لاخر المسله وابتدي ازق، هيديني مساحه ثانيه قدام، احط عجله خشبيه، وهكذا لحد ما ارفع المسله كلها على عجل خشبيه. ابتدي احركها يا جماعه بالراحه لحد ما اوصل السنتر بتاع المحجر. تخيلوا زمان كان النيل بيوصل اسمها مراكب المسلات. مراكب المسلات دي يا جماعه اكبر مراكب شهدتها النيل، ومش بتمشي في اي وقت، كانت بتمشي بس في موسم الفيضان. بعد كده سابوا المسله وابتدوا يفكروا ان هم يعملوا مسله ثانيه اصغر في الحجم من المكان ده، عايزين يستفيدوا منه. فلو بصيتوا هنا في النص يا جماعه الخط اللي ماشي ده، العمود دي شايفينه ده، وشايفين الميل بتاع المثلث، حاولوا يعملوا مسله ثانيه بس برضه لقوا الشرخ اللي تحت ده فسابوه. ما ينفعش نعمل كده. فالمسله دي يا جماعه لو كانت خلصت هتبقى اكبر مسله في التاريخ، طلع حوالي 42 متر ووزنها حوالي 2000 طن. وزي ما انتم شايفين هنا مفيش اي كتابات تقول لنا مساحه المسله، بس معظم الكتابات بتقول ان هي بتعود لعهد الملكه حتشبسوت. وزي ما احنا عرفنا ان هي كانت بتحاول تعمل نفسها ان هي ملكه او ملك، فبالتالي كانت بتحاول تعمل ان هي تعمل اثار كبيره خالص تتوازن مع نفس الفكره اللي هي عايزاها.